السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين سليمة مع وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. نقدم لكم اليوم طريقة تحضير لي نيم بلا دند فيمي. كيجيو لذيذين وساهلين بمكونات بسيطين، أنا متأكدة إلا جربتوها غادي تعجبكم. كيجيو مقرمشين ندوزو نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. ما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. نبداو ان شاء الله. المكونات ديال هاد لينيم ساهلين، ما فيهمش مكونات بزاف. كنحتاج انا نعمل 250 غرام ديال الورقه. الورقه هذه صايبتها بيدي، يعني ورقه منزليه، حتى نحطها في القناه ان شاء الله. كما كتشوفوا نعمل 250 غرام ديال الورقه، وضروري تخدموا بها في نفس النهار. يعني هذه درتها في الصباح. وعملت هنا بصله متوسطه مقطعه، شويه ديال الابزار، عندي هنا 120 غرام ديال لادند فيمي، وعندي جبن طاري، انا استخدمت جبلي. صافي غندوزو نشحروا البصله مع شويه ديال الزيت والابزار وصافي. هادو هما المكونات ونطلقوا ان شاء الله. صافي حطيت الزيت هنايا المقله وغنشحر البصله. بالنسبه لهاد الحشوه هذه ما غنضيفلاش الملح، حيت لادند فيمي كيكون مالح. دابا ها هي ديال هي ولادند. كنزيد دابا الفرماج الطاري ونخلط. هاد اللينين كيجيو لذاذين بزاف، كنجربوهم يجيو زوينين وحتى ما ساهلين، ما فيهمش شي مجهود كبير. داغي في اخر لحظه نضوجتو. صافي هذه هي الحشوه. حصلنا الحشوه بحال هكا. صافي نبداو نخدموا ان شاء الله. بالنسبه كنعاود نذكركم، ما ديروش الملحه نهائيا، ما تعملوهاش، حيت لادند فيمي مالح بزاف، ويلاه كتخلطوا مع والجبن حتى هو مالح. يلا كتخلطوا مع البصله كتجي المذاق هو هذاك، يعني ما تزيدوش. صافي كنشدوا الورقه هكا ونعملوا شويه الحشوه. صافي كنطويو الجنيبات. نتمنى تكون الصوره واضحه شويه. صافي كندويو. كنجيب شويه ديال الطحين مع الماء باش نلصق به، نلصقو بهم اللينيم ديالنا. ساعه الورقه ديالنا. اذا بغيتو تدخلوهم للفران
كدهنوهم مزيان بالزيت، وصافي اثناء الاشتغال كتكونوا نتوما خدامين نتوما كدهنوا الورقه، حيت هي اصلا مدهونه عندنا بالزيت. كنا غنقليوهم صافي نستغناو على هاد القضيه ديال انك تدهنوهم بزاف بالزيت. خدم عادي حيت اصلا الورقه دايره مدهونه بالزيت. هاديك الورقه كيفاش كتجي، ورقه رائعه الصراحه، حتى الخدمه ديالها ساهله. حتى ان شاء الله نحطها في القاموس. صافي من بعد ما سالينا لفينا اللينم ديالنا، كنحطو الزيت يسخن صافي ونبداو نقليوه. بسم الله. داغي كيتحمروا، ما تغفلوش عليهم، كل مره كتقلبوهم داغي كيتحمروا. تصفيهم على الجناب كاملين صافي، وتحطوهم في ورق ما كيجيو ناشفين شويه صافي. نبقاو هكا حتى نتلاقاو في الطبق النهائي. اللينم ديالنا ها هما جاو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوهم. قدمتهم بهذه الطريقه، نتوما تقدموه كيفاش ما بغيتو، كيجيو مقرمشين غزالين. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه اليوم وتعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم ان شاء الله. الا عجبتكم قناتي اشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه في وصفه جديده وافكار جديده ان شاء الله.